السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل معانا بقى الكشري المصري بطريقه بسيطه جدا وسهله، ودي طريقتي في عمل الكشري. ان شاء الله احلى كشري تاكليه من بره تاني مش هتشتريه. وهنا جبنا العدس اللي هو الجبه ده، نقعناه نقع كده، يعني نقعناه مده مثلا ساعه، ورحنا غسلينه غسله كده كويسه، وحاطين عليه ميه كده ومعلقين عليه احنا كده هنسلقه. وهنا الميه ديت هنسلق فيها المكرونه، هتغلي معانا وهقول لك هنعمل ايه دلوقتي تاني. وهنا بقى العدس هنا اهو كان غلي معانا، هنحط له بقى شويه ملح كده ونسيبه لحد ما يستوي. هننزل كده بشويه ملح اهمت ونسيبه بقى لحد ما يستوي. لو في كده مثلا عامل ريم كده ولا حاجه بتشيليه اهوت، بتشيليه خالص كده وتهدي عليه النار بقى وتسيبيه كده ايه يستوي، وبعد كده نصفيه وكده العدس يكون خلص معانا. انا بعملش فيه اي حاجه كده تاني. هنيجي هنا بقى على ما العدس بتاعنا يستوي وعلى ما الميه بتاعتنا تغلي نعمل فيها المكرونه. جبنا هنا حله وحطينا فيها كده شويه زيت، هنعمل الصلصه بتاعتنا الجميله دي ونخلص كده منها عشان نشوف هنعمل ايه تاني. هنا كده دقينا كده شويه توم حلوين كده في قلب الهون اهو، هناخد منهم شويه كده وهنسيب شويه صغيرين كده نعمل فيهم الدقه، وهقول لك تعملي الدقه ازاي. هننزل بقى كده بالثوم في قلب الزيت بتاعنا لحد ما ياخد لون دهبي كده جميل. اهوت لحد ما ياخد كده لون ذهبي. خد لون ذهبي معانا اهوت، هنروح جايين نازلين بقى بالخل كده وشم الريحه بقى، وخلي الجيران تشم ريحه الدقه بتاعتك. ما شاء الله حاجه كده تحفه. بعد كده بتروحي جايه بقى نازله بشويه كمون وشويه شطه ياخدوا برضو يعني ايه تحميصه كده مع هنجيب بس الكمون، كتري بقى في الكمون كده وحط شويه برضو كزبره ناشفه، شويه كزبره ناشفه كده، واعملي ايه قلبي شويه كده بقى شم الريحه اكتر. وتحميصه التوابل ديت بتدي طبعا طعم وبتدي ريحه جدا للصلصه دي. صلصه احنا مفرزينها مع بعض، ضربينها في الخلاط، غسلينها مدينها غلوه وضربينها في الخلاط، سهله عليكي كده وانت بتشتغلي في اي اكل. ماشي، هتقلبي بقى كده تقليبه كده، وهتروحي جايه حاطه الملح بتاعك لحد ما تتسبك، وبعدين هقولك هنعمل ايه تاني. ماشي، هنا بقى تروحي جايه نازله بشويه كده بابريكا كده، شويه بابريكا كده حلوين بيحمروا برضو الطماطم وبيديها طعم جميل جدا اهيت كده. تكون الصلصه بتاعتنا خلاص يعني جهزت، هنسيبها تغلي غلوتين وهقولك تعملي فيها ايه تاني. هنا بقى كان العدس كده استوى معانا، هنشيله بقى كده وهنروح كده نحطه في مصفى نصفيه، مش بنحط عليه ميه طبعا، بنصفيه بس. وهنيجي بقى معانا كده للمكرونه، الميه تغلي معانا هقولك هنعمل ايه. وهنا بقى ميه المكرونه كانت غليت معانا، هننزل عليها كده بالملح، وهننزل عليها برضو بشويه زيت، وهنقلب بقى الملح بتاعنا في الميه كده. وهنا عندك مكرونه شعريه سباكيتي على مكرونه من خواتم دي، بس تكون صغيره، يكون الحجم ده حسب ما تحبي يعني، وتروحي جايه نازله كده عليها اهي. ماشي، وهتسيبيها بقى تتسلق معانا. بعد ما تتسلق بقى هتروحي جايه مصفياها في المصفى، فاتحه عليها طبعا ميه،
ميه ساقعه تغسليها عشان ما تعجنش منك. وهنا بقى سيبنا المكرونه تستوي، بتورب الحله كده عشان هتفور منك وتبهدلك الدنيا لحد ما تستوي معانا. هقول لك برده بتقطعي البصل بتاع الكشري ازاي. تروحي جايبه البصلايه قطعها كده، يعني ايه ما تهملهاش للاخر، 4/4 كده، وتروحي جايه عاملاها جوانح رفيعه جدا. رفعيها عشان تبقى مقرمشه معاكي، ما تطخنهاش. يعني بصي بالطريقه دي كده اهيت رفيعه قوي اهي، واضح معاكي كده اهيت. تعمليها رفيعه كده جوانح اهي. اي كميه بصل بقى انت حباها تعمليها بنفس الطريقه دي كده اهيت. وهنا بعد ما قطعنا البصل كله كده هنحط عليه بقى معلقه نشا، ودي اللي هتخليه مقرمش معانا. وهنحط عليه شعرة ملح كده صغننه برضو بتخليه مقرمش. الملح، شعرة الملح دي برضو ايه، بس بتسيبيها شويه لحد ما يشرب النشا كله كده، وبعدين تحمريه. يعني مش بتحمريه على طول، بتسيبيه يشرب النشا لحد ما ايه يبقى ميه معاكي كده، وبعدين تروحي جايه ايه محمراه اهوت. وهنا بقى كانت المكرونه خلاص استوت معانا اهيت ما شاء الله، يعني جميله جدا استوت اهي. هنصفيها بقى في المصفى وننزل عليها ميه ساقعه، وارجع اقول لكم تاني الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه. هنا بقى في حله على النار، وهننزل بقى بشويه زيت كده كتير. والزيت ده هقول لك ليه بنحطه كتير دلوقتي. هيسخن معانا وهننزل بالبصل. هنا بقى الزيت سخن معانا، هننزل بكميه البصل اللي احنا عملناها اهيت، وهنقلبها بقى تقليب كده مستمر لحد ما تدينا اللون الذهبي الجميل كده. مش هطول بقى عليكم، هقلبها كده لحد ما تحمر وهنرجع نشوفها دلوقتي مع بعض. هي كده لسه ما احمرتش، يعني لسه داخله كده على الايه، على اللون بتاعها. نديها كده سلطه خل صغيره، سلطه كده ما تسكرش، برضو بتساعدها على انها تبقى مقرمشه اكتر هي. هنا بقى كان خلاص خد اللون الذهبي الجميل ده اللون اللي احنا عايزينه اهوت. بصي اهو، هنودي النار بقى عشان ما يتحرقش مننا، ونخرجه من الزيت. نرفعه على النار كده. خرجنا كل البصل اهو. وهقول لك بقى دلوقتي الزيت ده هنعمل بيه ايه. كده خلاص البصل معانا احمر اهوت ما شاء الله، يعني اللون ده اللي احنا عايزينه مقرمش جدا. هوريكي قرمشه دلوقتي. حله اللي سلقين فيها كده المكرونه، هتيجي نازله بالمكرونه بتاعتك اللي انت سلقتيها دي كلها كده اهيت اهي، كل كميه المكرونه. وهتيجي بقى بالزيت ده تروحي جايه حاطه شويه زيت كده على المكرونه ماشي، ونقلباها وتهدي عليها النار تاخد بس تشويحه في الزيت ده، تدي بقى طعم البصل كده في المكرونه بتاعتك جميله جدا. دي طريقتي في عمل الكشري، جربيه بالطريقه دي بجد والله هيعجبك، والله هيعجبك جدا، انا واثقه ان هو هيعجبك. دي طريقه اللي هي الطريقه الاساسيه خالص، يعني ما فيهاش اي زياده ولا اي حاجه اهي. هنحطها بقى على العين دي ونولع عليها النار. هنيجي بقى في دي هقول لك برده هنعمل ايه دلوقتي.
في دي برضو. وهنا بقى مكان البصل رحنا جايبين الشعريه بتاعتنا، هننزل كده بالشعريه نحمرها اهي مكان البصل بتاعنا كده. نحمر الشعريه. اما تحمر الشعريه معانا هنا بقى رز على عدس اصفر، وده اللي هيدي للكشري طعم جميل جدا. في ناس بتعمله بس كده بالشعريه والرز اكن رز بشعريه، طبعا لا، احنا بنحط له عدس اصفر. واعمليه كده وان شاء الله هتدعي لي باذن الله. هنا بقى الشعريه احمرت معانا اهي، احمرت معانا الشعريه. هننزل بقى عليها تكون اهي لون ذهبي جميل اهي. هننزل عليها بالرز على العدس. وهننزل عليها بشوية كركم حلوين كده. وهننزل عليها برضو بشوية ملح. وهنقلب كل ده كده مع بعضه اهي ماشي. طبعا هنا الزيت كله اللي كان في الحله احنا ما خدناهوش، احنا شلنا منه شويه لانه كان ياما على الرز بصراحه. انت طبعا عارفه معيار الزيت بتاع الرز، بتحطيه وتشيلي الباقي. وتروحي جايه بقى حاطه الميه بتاعتك وظبطي ميتك وظبطي ملحك. يغلي معاكي غلوتين ويتشرب ميتك، بتغطي عليه وتسيبيه لحد ما يستوي اهوت كده. هنجيب له كمان بس شويه ميه. هنا بقى علقنا على الرز وعلقنا على المكرونه. هنا بقى التربيعه معانا كانت اتسبكت اهيت. الصلصه بتاعتنا نحط لها بقى شويه ميه ونسيبها بقى تاخد كده غلوتين. واحنا ما بنحبش نخففها قوي، بنحبها كده تقيله كده زي المحلات اهي. بس شويه ميه كمان. هي اصلا كمان بتدخل معانا، بتقفلي عليها اهي. هتغلي غلوه وهنطفي كده عليها اهي ماشي. بقى عشان احضر الشطه هقولك احضر الثوم برضو الاول ازاي. معانا شويه ثوم اللي باقيين كده دمت اهمت. هننزل عليهم بشويه ميه كده، وهننزل عليهم بليمونه، نعصر عليهم ليمونه اهيت. يبقى الثوم الني اللي احنا سايبينه نزلنا عليه بليمونه وشويه ميه، ونزلنا عليه برضو بسقطه خل كده، ونزلنا عليه بشويه ملح تحديق بس الايه، ونزلنا عليه بشويه كركم. وهننزل برضو عليه بشويه كمون. وكده تكون الدقه بتاعتنا ايه جهزت كده. دي الدقه بتاعتنا جهزت. يبقى حطينا ليمون على كمون على خل على كركم، واهم حاجه تحطي كركم، وهتحطي شويه ملح وعلى الليمون بتاعك وايه كده. الدقه بتكون جاهزه ايه، جاهزه معانا. عشان نعمل بقى الشطه، عشان نجهز بقى الشطه بتاعتنا هنحط كده سقطه زيت على البوتاجاز تسخن معانا. تسخن بس مع سقطه الزيت. ودي الشطه بتاعت الزيت اللي بيعملوها في المحلات. تروحي جايه نازله بشويه شطه كده يعني ايه، بس خلي بالك بقى لان بصي دي
لوحدها يعني هقولك ايه. دي لوحدها مشكلة. خلاص ننزل عليها بشوية ثوم اللي احنا عاملينه ده، وهننزل عليها بشوية صلصة. مشكلة الشطة دي، هي بجد مشكلة. وهننزل عليها بحبة برضو بابريكا. دي شطة الزيت اللي بيعملوها في المحلات الكشري اهيت. تغلي يا دوب غلوتين كده بس، وانت جايه تاكلي قللي منها وانت بتاكلي، دي مشكله لوحدها بجد. الشطه دي مشكله لوحدها. دي الشطه ولا مش الشطه اللي بيعملوها في المحلات، هي ولا مش هي؟ ودي الشطه اهي، شطه الزيت اللي بيعملوها في محلات الكشري بجد. طول ما انت بتعمليها خدي بالك بقى، عشان ده انت بصي يعني معذره، هي اصلا بتخليكي اصلا يعني تعطسي، مش عارفه يعني بصراحه يعني. صعبه في عمايلها قوي اهيت. جميله جدا. وهنا معانا الرز برضو كان اهوت. اهوت كانت تشرب بقى، قدمناه ويعتبر خلاص اصلا استوى. الرز بتاع العدس ده بيغيبش خالص في السوا. وهنا بقى كنا الكشري بتاعنا خلص، كل حاجه خلصت. هنا بقى الرز بتاعنا مفرفر ما شاء الله يعني. وهنا برضو المكرونه. وهنا بقى بصوا يعني القرمشه، اظن سامعين الصوت، صوت البصل قرمش جدا. وهنا بقى عملنا حبه دقه الجمال دول، وحبه الشطه ايه يعني ما شاء الله. وعملنا هنا الصلصه، وعملنا هنا برضو العدس بتاعنا المفرفر الجميل ده اهوت. وهنشوف بقى ايه، هنغرفه مع بعض وهنشوف التقديم النهائي بتاعنا. وده احلى كشري مصر هتعمليه. يلا لو عجبك الفيديو لايك للفيديو واشتراك في القناه لو عجبك الفيديو بتاعنا. وهنسيب كومنت حلو كده يعني، وكل اللي بيدعمني وكل اللي اشترك معايا جميلكم على راسي من فوق. وانتوا بصراحه ربنا كلكم ناس محترمين، اللي مشترك واللي مش مشترك كلكم على راسي. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، وان شاء الله هنقدم برضو كشري مع بعض وهنشوفه دلوقتي اهوت. دقه ودوت الكشري بتاعنا ما شاء الله، حاجه كده تحفه والله العظيم. حبه كشري ما شاء الله يعني.